منتخبنا كسب المنتخب الغاني في الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح. هيواجه إن شاء الله في السيمي فاينل في نصف النهائي المنتخب المغربي. عندنا مواجهة مهمة جدا مع المغرب في نصف النهائي. هدفنا الآن هو الفوز بهذه البطولة. البطولة وهي على ملعبك وعلى أرضك، واعتقد امر طبيعي ان منتخب مصر يكون موجود في السيمي فاينل وهيواجه منتخب المغرب. طبعا مواجهه هتكون صعبه، طبعا الهدف لازم يروح للفوز بالبطوله، ان انت الضغط عليك انت كمنتخب مصر، البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك، عندك مواجهه صعبه امام منتخب المغرب يملك في الوقت الحالي جيل من اهم الاجيال اللي موجوده في جميع المراحل العمريه، سواء منتخب تحت 17 سنه او تحت 20 سنه او حتى المنتخب الاول، وشفنا النجاحات الكبيره اللي حققها في الفتره الاخيره. فالكره المغربيه بشكل عام بتعيش نجاحات كبيره جدا، لكن في الاخر احنا نقدر نتعامل مع الوضع الحالي للبطوله ومنتخب مصر. وشوفنا النهارده التفوق على منتخب غانا، واحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في البطوله، وواحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في القاره بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة ستاد دور، مرحبا بكم في القناة ديالنا وديالكم. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا اللي صراحة كيستحق المشاهدة وكله تشويق وكله استفادة، اللي ما مشتركش معنا في القناة فيشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. وما تنساوش كذلك تخليو لنا الآراء ديالكم أسفل التعليقات. فالأصدقاء ديالي ما نطولش عليكم وما نحرق لكمش المراحل، نخليكم مع شنو قال الإعلام المصري على المباراة اللي غادي تكون فيها مواجهة بين المنتخب المصري والمنتخب الوطني المغربي الأقل من 20 سنة. هذه المباراة غادي تكون صعيبة للمنتخب الوطني المغربي، بالعكس المنتخب المصري اللي ما غريباش عليه هذه البطولة هذه وعنيد في هذه البطولة هذه اللي كنعرفوه كاملين قاريا وعالميا، فهما ملوك ديال كأس إفريقيا. لكن في هذه الفئه ديال 20 سنه تقدر تكون شي مفاجاه، فكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ولما لا اننا نشوفوه في نهائي كاس افريقيا. فالاخوان ما نطولش عليكم، ندوزو نشاهد الفيديو نشوفوا شنو قال الاعلام المصري ونتلاقاو في النهايه ديال الفيديو ان شاء الله. على النهارده منتخبنا كسب المنتخب الغاني في الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح. هيواجه إن شاء الله في السيمي فاينل في نصف النهائي المنتخب المغربي. عندنا مواجهة مهمة جدا مع المغرب في نصف النهائي. هدفنا الآن هو الفوز بهذه البطولة. البطوله وهي على ملعبك وعلى ارضك، واعتقد امر طبيعي ان منتخب مصر يكون موجود في السيمي فاينل وهيواجه منتخب المغرب. طبعا مواجهه هتكون صعبه، يمكن الانتصار كان مهم لمنتخب مصر وفوز بالشق الانفس في بركلات الترجيح في اللحظات الاخيره. بنتاهل لكاس العالم بعد 12 سنه، اخر وجود لمنتخب مصر في هذه الفئه العمريه كان في 2013، ف 12 سنه كتير جدا ان احنا ما نبقاش متواجدين في الفئه العمريه دي في كاس العالم. بس قبل كأس العالم احنا لسه مكملين في البطولة، لسه عايزين لقب البطولة، طبعا. البطولة الأفريقية. عندنا مواجهة في منتهى الصعوبة أمام المنتخب المغربي، ومنتخب المغرب في أبهى صور، أو كرة القدم المغربية في أبهى صورها في كل المراحل العمرية. مطلوب إيه من الكابتن أسامة نبيه واللاعبين قبل مواجهة المغرب؟ هل يسرحوا مع الفرحة الكبيرة للصعود كأس العالم، ولا لازم يكون في هدف أكبر أو هدف كمان آخر مهم هو الفوز بالبطولة؟ ما فيش حاجه على سبيل المثال في منصبك او في المنتخب تخوفك ان انت تلعب ماتشات كبيره مع منتخبات كبيره، حتى لو المنتخب تلقى الهزيمه عادي. طبعا الهدف لازم يروح للفوز بالبطوله، ان انت الضغط عليك انت كمنتخب مصر، البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك، فمش هنقول ان مالكش حجه، لكن في الاخر انت تخطيت المرحله الاصعب، موجود في السيمي فاينل، عندك مواجهه صعبه امام منتخب المغرب اللي يملك في الوقت الحالي جيل من اهم الاجيال اللي موجوده في جميع المراحل العمريه، سواء منتخب تحت 17 سنه او تحت 20 سنه او حتى المنتخب الاول، وشفنا النجاحات الكبيره اللي حققها في الفتره الاخيره. فالكره المغربيه بشكل عام بتعيش نجاحات كبيره جدا، لكن في الاخر احنا نقدر نتعامل مع الوضع الحالي للبطوله ومنتخب مصر. وشفنا النهارده التفوق على منتخب غانا، واحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في البطوله، وواحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في القاره بشكل عام، على قصه الاجيال وبناء الاجيال. فانك تتفوق على منتخب غانا النهارده، فانت قادر تتفوق على منتخب المغرب في السيمي فاينل وتكون موجود في الفاينل. وليه لا؟ اللي انت النهارده بتتاهل لكاس العالم بعد غياب 12 سنه، انك تحقق اللقب الخامس ليك والاول بعد 12 سنه برضو، ان هو برضو اخر لقب حققه منتخب مصر كان في 2013 مع نفس الجيل اللي وصل لكاس العالم، وده كان اخر جيل قدر يوصل كاس العالم ويحقق اللقب. فاعتقد ان الامر لسه موجود في الملعب قبل مواجهه منتخب المغرب يوم الخميس اللي جاي في السيمي فاينل. لكن بشكل عام اشوف ان هو يتعامل بحرص اكتر، ان يكون في اتزان اكتر على المستوى الدفاعي امام المنتخب المغربي، ما يبقاش فيه المساحات اللي احنا شفناها النهارده في بعض الفترات قدام منتخب غانا.
محتاج يكون التركيز بتاع اللعيبه اكتر من كده، يوصل لحاله من الاستشفاء مع اللاعبين لاكتر من كده. الفرقتين او المنتخبين لعبوا النهارده اكسترا تايم، سواء منتخب المغرب امام سيراليون او حتى منتخب مصر امام غانا، فالاثنين مضغوطين بدنيا والماتشين كانوا في نفس التوقيت، فما فيش حد متفوق على حد براحه اكتر. فاعتقد منتخب مصر لازم يركز على الاستشفاء اكتر للاعبين. كابتن اسامه محتاج انه يخرج اللعيبه من نشوه الفرحه بتاعه التاهل لكاس العالم، والتركيز يروح خلاص انت حققت مهمه، يبقى لك مهمه ثانيه هي الفوز باللقب. هيا بنا الى المونديال. المونديال ينادي المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه، والنصف النهايه ونهايه كاس افريقيا، نصف نهايه كاس افريقيا. الف مبروك، تريون مبروك، مليار مبروك. المنتخب المغربي في مونديال الشيلي تأهل المونديال الشيلي بفضل مجهودات اللاعبين وبفضل مجهودات الجامعه اللي موفرها المنتخبات المغربيه. ولا التاهل المونديال عادي عندها، يعني تاهل اوديسات المونديال، تاهل الاوفا المونديال بعد مقاومه من الحكم هو اللي قاوم، بقى غير راسو ما بغاش يسيف لي ضربه جزاء، ما بغى سيراليون يعني سيراليون لعبت شويه، مي الحكم كان منحاز بزاف وبغى يهرس الوجوه. مي المهم في الاخير المنتخب المغربي تفوق عليهم بهدف ل0 وتاهل النهايه، تاهل نصف النهايه ان شاء الله باذن الله النهائي مع المنتخب المصري. كاين المقابله اللي غادي تجري مع المنتخب المصري. المنتخب المصري شفناه كان فايز على غانا ولات عليه غانا تلعب كره مليح، مي المنتخب المصري بالخوف ديالهم وكذا منه هو اللي وصلهم لنصف النهائي ووصلهم للمونديال. بصح المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله يزيد يحسن من الاداء ديالو، يزيد يطور الفعاليه، يزيد خاصو اللمسه الاخيره خاصها تكون فعاله. اليوم عبد اللهوي ولا سميتو ضيع راه تقريبا شي 3، يعني خاص اللمسه الاخيره تكون فعاله ان شاء الله باذن الله في النصف النهائي ويتاهل للنهائي ويجيب معه اللقب. لانه سنه ديال المغرب ان شاء الله بامتياز، السنه هذه ديال الحصاد، امورها ان شاء الله غادي يجي الخير بحال والو. يجي كاس العالم الحاجه الكبيره في 2026 وتكون هذيك هي الحاجه الكبيره. نتمناو التوفيق المنتخب المغربي في نصف النهائي ضد منتخب مصر. يحتفلوا اليوم وينساو المونديال ويفكروا في النصف النهائي، لانهم مازال مشوار باقي لهم مقابله على النهايه. وان شاء الله باذن الله يعرفوا يجاريوا ديال النصف النهائي مع المنتخب المصري، وسابق المنتخب المغربي يربحهم، ولكن يعرف يجاري معهم، وان شاء الله باذن الله ما يكون غير خير ويفوتوا للنهايه. اليوم غادي نرد على واحد ديال صحافه زيكو اللي قال لك افضل لاعب عربي وافضل لاعب افريقي امين قويري مسكين عاد بادي في المشوار ديالو، عاد بدا قال بسم الله. علاش صحافه زيكو راكو ديروا هاد التهليل وتبلبيل ودرت نتايا العنوان ديالك افضل من اشرف حكيمي؟ الاصدقاء كنكون وصلنا النهايه ديال الفيديو. فلا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد لايك، فعلوا زر الجرس وزر الاشتراك باش توصلوا دائما بكل جديد، وكذلك خليو لنا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات شبان لكم في هذا الفيديو. فكما شفتوا معنا الاعلام المصري بالخوف ديالو الشديد بهذه المواجهه امام المنتخب الوطني المغربي، لان عارف يعني القوه البدنيه ما صعيباش عليهم هذه البطوله هذه. كنتمنوا لهم التوفيق ويعني ويمشيو لابعد نقطه الا وهي النهائي ديال كاس افريقيا ونتوجوا باللقب في مصر، ويكون يعني خير فال علينا اننا نخليو الانظار ديالنا على هذه البطوله هذه، لاننا خديناها في الفئه ديال اقل من 17 سنه. كذلك كاس افريقيا الفوتسال للنساء، فلما لا اننا نديو هذا كاس افريقيا لاقل من 20 سنه ويبقى يعني البطوله الوحيده الا وهي كاس افريقيا المنتخب الوطني المغربي الاول يعني مقيمه بالمملكه المغربيه. فالاصدقاء هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم ويكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.